يشهد العالم فجر 3 مارس آذار 2026 خسوفا كليا للقمر يعرف بالقمر الدموي، في ظاهرة فلكية يمكن رصدها بالعين المجردة. يعد خسوف القمر الدموي 2026 من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة خلال العام الجار، إذ يمنح السماء مشهدا بصريا استثنائيا يمكن مشاهدته بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي معدات خاصة. وأوضحت وكالة ناسا أن العالم يشهد في فجر 3 آذار الجار ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف القمر الدموي 2026، حيث يتحول القمر إلى قرص أحمر داكن في مشهد لاثع، ويعرف ذلك علميا باسم الخسوف القمري الكلي. ظاهرة خسوف القمر الدموي 2026. وأشارت وكالة ناسا إلى أن ظاهرة خسوف القمر الدموي 2026 تحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط مستقيم تقريبا، بحيث تقع الأرض في المنتصف فتحجب ضوء الشمس عن القمر بظلها. وعند دخول القمر منطقة الظل الكامل للأرض لا يختفي تماما كما يعتقد البعض، بل يبدأ في اكتساب لون أحمر نحاسي مميز، ويمنح هذا التحول اللوني القمر مظهرا مختلفا، ويجعل الحدث من أكثر الظواهر السماوية جذبا للمتابعة والتصوير، خاصة في لحظة الذروة التي يكتمل فيها الخسوف الكلي. السبب العلمي وراء اللون الأحمر لخسوف القمر. ويرجع السبب العلمي وراء ظهور اللون الأحمر إلى مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف. فعندما تعبر أشعة الشمس الغلاف الجوي، تتشتت الموجات الزرقاء قصيرة الطول، بينما تنحني الأشعة الحمراء الأطول وتصل إلى سطح القمر. وهذه الأشعة الحمراء المنكسرة هي التي تمنح القمر توهجه المائل إلى الأحمر الداكن، وهو ما ألهم تسميته القمر الدموي، رغم أن الظاهرة طبيعية وآمنة تماما ولا ترتبط بأي أحداث استثنائية على الأرض.